السوداني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات. عزمة قوانين سيباشر البرلمان بمناقشتها، أبرزها الخدمة المدنية وسلم الرواتب. مخرجات اجتماع البنك المركزي مع الخزانة الأمريكية. سياسي يقول أزمة الدولار تعقدت وجهات سياسية متورطة. على السوداني زيارة واشنطن بنفسه. مستشار السوداني يقول خلال أسبوعين سيشهد سعر الصرف استقرارا عند سعره الطبيعي. تراجع كبير بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كردستان. وأخيرا أمطار وثلوج وغيوم جزئية طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم نشرة الأخبار من قناة بغداد لهذا اليوم السبت الموافق 4 من شباط للعام 2023. الرجاء دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس والمشاركة، وإليكم تفاصيل الأخبار. السوداني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات. جدد رئيس دولة الإمارات العربية محمد بن زايد آل نهيان دعوة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني لزيارة الإمارات، فيما وعد السوداني بتلبية الدعوة قريبا. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان له أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها. وأشار إلى أن بن زايد جدد خلال الاتصال دعوة رئيس مجلس الوزراء لزيارة الإمارات العربية من أجل المزيد من التعاون الثنائي، مؤكدا الاهتمام بتنمية الشراكة بين البلدين وتعضيدها. من جانبه شكر السوداني هذه الدعوة، مشيرا إلى حرص العراق على إقامة شراكات بناءة مع الأشقاء وأهمية التباحث في تطورات المنطقة، ووعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة. ونتابع معكم أيضا أعزائي المتابعين حزمة قوانين سيباشر البرلمان بمناقشتها، أبرزها الخدمة المدنية وسلم الرواتب. أكد النائب علي البنداوي اليوم السبت عزم مجلس النواب إقرار سلم الرواتب الجديد، مبينا أن هناك العديد من القوانين التي سيتم طرحها في الجلسات المقبلة. وقال البنداوي أن القوانين التي ستطرح في مجلس النواب بينها قانون الخدمة المدنية والعفو العام، مبينا أن سلم الرواتب سيخضع للتعديلات بما يتلائم مع الثروات التي تتمتع بها البلاد، فضلا عن الضرورات المالية التي يحتاجها المواطن وعليه، فستكون هناك زيادة في الرواتب. ولفت إلى أن الاتفاق جرى أيضا على إقرار قانون النفط والغاز، فهو من القوانين التي بات من الضروري إقرارها، مؤكدا أن المجلس سيباشر بتمرير حزمة من مشاريع القوانين بالجلسات المقبلة. ويشار إلى أنه خلال حكومة مصطفى الكاظمي تم سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري، ومن أجل دراسة توحيد سلم الرواتب للموظف. وتفاصيل خبرنا التالي أعزائي المتابعين. مخرجات اجتماع البنك المركزي العراقي مع الخزانة الأمريكية. أعلن البنك المركزي العراقي اختتام اجتماع محافظ البنك المركزي مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية، فيما أشار إلى إبداء الخزانة استعدادها للمرونة. وقال البنك في بيان له أن محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل والوفد المرافق له اختتموا مساء أمس الجمعة 3 من شباط 2023 في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون والوفد المرافق له. وبحسب البيان جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، في إشارة إلى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم أمس، الخاص بالتأكيد على أهمية استقرار العراق للمنطقة. وأبدت وزارة الخزانة الأمريكية استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة. وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري. والخبر التالي أعزائي المتابعين سياسي يقول أزمة الدولار تعقدت وجهات سياسية متورطة، وعلى السوداني زيارة واشنطن بنفسه. اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي
أن أزمة الدولار وصلت لمراحل معقدة، مشددا على ضرورة توجه رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بذاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقال يزيدي في حديث له أن هناك جهات سياسية لها مشاركة داخل الحكومة تسعى لإضعاف السوداني عبر أزمة الدولار، وأضاف أن المسألة بدأت تتعقد ولا حل لها إلا بزيارة العاصمة الأمريكية وتلبية شروط البنك الفيدرالي، لأن الصعود المستمر سيخلق مشاكل عديدة والمواطن لن يسكت عن قوت يومه. وبدأت أسعار الدولار تصل لمراحل غير مسبوقة بتحطيم أرقام قياسية فاقت 175 ألف دينار لكل 100 دولار، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع والبضائع بشكل كبير، وعجز الحكومة عن جلب التجار لشراء الدولار بسعره الرسمي من البنك المركزي، فيما بدأت عدة محافظات بتنظيم تظاهرات غاضبة على ارتفاع الدولار وأسعار السلع. وتفاصيل الخبر التالي: مستشار السوداني يقول خلال أسبوعين سيشهد سعر الصرف استقرارا عند سعره الطبيعي. أكد فادي الشمري مستشار رئيس الوزراء محمد شيع السوداني أنه خلال أسبوعين سيشهد سعر صرف الدولار استقرارا عند سعره الطبيعي. وقال الشمري في تغريدة له أن نجاح اجتماع اسطنبول بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية والمركزي يعلن مجموعة إجراءات جديدة ستساهم بشكل كبير في نزول سعر الصرف، يرافقها إجراءات أمنية مشددة في ملاحقة المهربين والمضاربين. وأضاف أنه خلال أسبوعين سيشهد سعر الصرف استقرارا عند سعره الطبيعي ولا عزاء للمضاربين والفاسدين. وتفاصيل الخبر التالي أعزائي المتابعين: تراجع كبير بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كردستان. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم السبت في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وإقليم كردستان، حيث أن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 163 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار صباح يوم الخميس الماضي 170 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، حيث أن أسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 164 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 162 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل عاصمة إقليم كردستان فإن البورصة لا تتداول أيام العطل الرسمية، إلا أن محال الصيرفة تداولت الأسعار خلال اليوم وسجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر الدولار البيع 166 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 161 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. والخبر الأخير أعزائي المتابعين الأكارم: أمطار وثلوج وغيوم جزئية طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة. أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم السبت عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار والثلوج، فيما أشارت إلى غيوم جزئية في وسط وشمال البلاد، حيث سيكون الطقس يوم غد الأحد في المنطقة الوسطى يكون صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق، أما الرياح فتكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، أما مدى الرؤية فيكون من 6 إلى 8 كيلومتر. وفي المنطقة الشمالية يكون فيها الطقس غائم ممطر، كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن منها، درجات الحرارة تكون منخفضة قليلا عن اليوم السابق، والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، أما مدى الرؤية فيكون من 6 إلى 8 كيلومتر، وفي المطر والثلوج من 2 إلى 4 كيلومتر. وفي المنطقة الجنوبية يكون الطقس فيها صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما الرياح فتكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، ومدى الرؤية يكون من 6 إلى 8 كيلومتر. متابعينا الأكارم، حتى لا تفوتكم الأخبار من قناة بغداد لا تنسوا الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس، وألقاكم على خير في القريب العاجل، وأتمنى السلامة لكم، وانتظرونا خلال الساعة المقبلة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.